والاهم من الحمل هو متابعه الحمل. تعالوا احكي لكم تجربتي مع دكتور محمود اسماعيل اللي غيرت كل حاجه. فلو اي واحده حامل بتشوف الفيديو ده احفظيه ضروري. واول حاجه لفتت انتباهي كانت سهوله التواصل معاه، لانه بيرد على الواتس في اي وقت. الدكتور عنده احدث اجهزه السونار ال3 دي وال4 دي وال5 دي كمان، وده فرق معايا جدا عشان عرفت كل حاجه عن البيبي. مش بس كده، دكتور محمود كمان عنده شهادات علميه كتير جدا، زي دكتوراه في النساء والتوليد ودبلوم الحقن المجهري من جامعه برمنجهام في انجلترا، وكمان دبلوم طب الجنين. دكتور محمود متخصص في تشخيص طب الجنين ومتابعه وعلاج الجنين اثناء الحمل، وطبعا ده خلاني ما عنديش اي شكوك في كفاءته، بل بالعكس خلاني اطمن واعرف ان في ايد امين. كمان الدكتور متخصص في استئصال الاورام الليفيه واستئصال الرحم، وكمان اكياس المبيض بالمنظار. بيتعامل مع حالات تاخر الحمل، وما شاء الله في ناس كتير جدا اتعالجت على ايده. معاه شهاده عليا في الحقن المجهري وفرص النجاح بتاعتها عاليه جدا. يعني لو عندك اي مشكله في الحمل او الرغبه في الانجاب هتلاقي عنده كل الحلول. واللي اتفاجئت بيه انه داعم للولاده الطبيعيه وضد جهاز الBCA في الولاده القيصريه، عشان طبعا تاثيره المضر على الام والبيبي. وكمان هو متخصص في التعامل مع حالات الحمل الحرج زي الضغط والسكر والمشيمه المتقدمه. وعشان تكوني مطمنه، الدكتور بيعمل اشعه الصبغه على الرحم والانابيب بدون الم، وده طبعا واضح من الريفيوهات اللي بتنزل على صفحته والناس اللي جربت معاه. فلو بتدوري على دكتور امين علميا وخايف عليكي وخبرته كبيره جدا اكتر من 20 سنه، فانا برشح لك دكتور محمود اسماعيل. والتفاصيل مكان العياده والرقم هسيب لكم لينك البيج بتاعته تحت الفيديو، كلموه.